السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو ينتخب علينا 5% من الجزائريين ويخرجوا ضدنا 95%، الرئيس يصبح شرعي. ديمقراطية. وإذا أراد رئيسنا الخامسة فأنا متحمسة. عيب واحد يقول أنا شياد. أننا أردنا من خلال المساهمة في الانتخابات القادمة، أردنا أن نساهم في تجسيد الإرادة والسيادة الشعبية، السيادة التي طالب بها الحراك. احنا ما لناش من عصابة. أنا خاطيني. احنا ما لناش من عصابة ولسنا من رموزها. سلف لي وجهك نجيب به لا ريفورم. قولوا له فخامة رئيس الجمهورية كمل البرنامج تاعك، احنا دائما معاه وما بدلوش المواقف تاعنا. البقاء. لا أنا لم أدعم الهدى الخامس. أنا لم أدعم الهدى الخامس مع التغيير ومع الحراك الشعبي. في يوم من ولا شو مثل ما تورى ماي سمعتوا فرفيرة. ما كان حتى نهار قلت باللي ندعم الرأي. وأنت مع الحراك الشعبي؟ أكيد مع الحراك الشعبي، مع المطالب الشعبية. يرحم بابا. أنا شياتة. برافو. عيب واحد يقول أنا شياتة. صح في خاطر المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. ونؤيد الحراك الشعبي السلمي الراقي الذي نفخر به في كل العالم على أنه شعب عظيم. احنا كنا معارضين وهذه يشهد عليها العام والخامس. غير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شكون تشوفوا يعني يمكن أن يكون رئيس؟ عبد العزيز بوتفليقة. بام. ومن غير الرئيس؟ عبد العزيز بوتفليقة. ومن غير الرئيس؟ بوتفليقة. يقلب بالفيستا. قد بنجمة مع عهدة خامسة لرئيس بوتفليقة. وهذه هل عندك شك فيها؟ ما فيش شك. ما عندكش الشك فيها، وهنا غدوة ان شاء الله يتقدم من الاولين والسباقين. مظاهرات هذا نحن من المظاهرات. نحن كلنا شعب الجزائري ظهرنا من اجل الوطن وحب الوطن والاستقرار الوطن لتغيير بعض الوجوه اللي هي دايره الفساد في الجزائر. ولماذا كنتم تطبلون للنظام وللعهدة الخامسة؟ اسمح لي يا استاذ، لماذا شكون اللي طبل للنظام انا باش نكون ظاهر وناكلوا الحشيش اليوم كي صبحنا في الاستقرار وصبحنا في مستقبل ظاهر، والمؤسسه اليوم الحمد لله واقفه على الجزائر، نقولوا والله خلاص بوتفليقة هذا خلاص. لا يعني السيد خالد شكون شيء رقم واحد في الجزائر؟ انا هو. حبي سقسيك وجهك عافسين عليك ولا دوريجين هكا؟ كما الانتخابات الرئاسية في 2014 أنا ترشحت للرئاسيات 2014، رحت ترشحت كي خرجت الصحافة كلها موجودة، حطيت الملف تاعي، جاوا الصحفيين قلت لهم إني مترشح وأساند رئيس الجمهورية. تبقى بلا واحد الصحفي ألماني قال لي هذه غير منطقية وغير معقول اش تقول، قلت له هذه مازال هذه القرية مازال ما وصلتولهاش، راك توصلوا لها على سنوات 20 سنة. اسمعوا اديوا العبرة والغبرة. بن حمو معروف. شيات. جيتي دوبي التأسيس أنا مع بوتفليقة. هذه هذه حتى واحد ما ننكرها. اي سي با ماتنون كو جو في شونجي دو فيست. أنا قلبي مع الحراك. العدس. نناشد رئيس الجمهورية أن يكمل المشوار. هذا حراك أنا أحييه. الله يصفر وجهك إن شاء الله. وربما عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا هذا الحراك خير للجزائر والجزائريين. وأمين. وي. أوه ماي جاد. المشكل في الكيان الموازي اللي هو يحكم في البلاد، لأنه مش الرئيس اللي يحكم ومش رئيس الحكومة اللي يحكم ومش الوزير اللي يحكم، إنما هذا الكيان هو اللي يحكم. رسالة رئيس الجمهورية كدت أن أبكي. أرجعتني إلى جلسة كانت لي مع رئيس الجمهورية سنة 2001 لمدة 2.5 ساعة وهو يحكي لي همومه كرئيس جمهورية من أجل إنقاذ الجزائر ولماذا جاء إلى الجزائر.
جاء إلى الجزائر، ولكن لما طال الأمد كدنا أن نيأس. لكن أظنه بهذا الدستور الجديد وبهذه الرسالة التي كانت خلاصة قول وفعل نتمنى إن شاء الله الخير إلى الأمام، وأن نكون متفائلين. وأقول للشعب الجزائري يتفائل. هذا الراجل كي كان صحيح و15 سنة و3 عهدات ما نقودش الجزائر، داها للهاوية، ودركا كي عاد في الفراش ينقذ الجزائر. دخلوا راسكم. سبحان الله يا خويا، سبحان الله. بوتفليقة كان منفتح، كان منفتح بدليل داير خط يعني خط الناس كل تهضر فيه معاه، اللي عنده خط هذاك ما يوصل للرئيس. واو كل مرة أنا نرفع له قضية، يعني بقيت نرفع له في القضايا، شاف اهتمامي الكبير بقضايا الأمة والجزائر، ما شافنيش قاعدة نقول أعطيني سكنة ولا خدمة ولا، لقاني مركزة على، وكلمته بزاف على موضوع المصالحة الوطنية. أنا المسيرات اللي ما على باليش شكون اللي وراها وشكون اللي راهو يسير فيها بهذه الدقة وبهذه القوة وهذا الإحكام، أكيد راهي جهة قوية جدا وجهة نافذة وجهة ذات مال وجاه. سبحان الله. الشعب في يده باش ينحي المهزلة هذه، وخروج الشعب إلى الشارع راهو أحد بوادر الخير والأمل. نعم يا هند، النفاق والاعتناء، لأن احنا رانا فهمنا باللي الشعب هو اللي يحل الأزمة هذه. والله ما سمعتك. أنا المسيرات اللي ما على باليش شكون اللي وراها. بعث الله أيضا سنة 99 في رأس القرن المنصرم من يصلح في الأمة الجزائرية ويعيد لها اعتبارها. بلا كذب. بعث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل أن يصلح في هذه الأمة. واو تشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وأبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة هذا الحراك الشعبي. وامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقوة دبلوماسيته ورجاحة عقله وسعة صدره وحلمه الجميل. اش بيه يخرط هذا السيد؟ أوفياء للسيد رئيس الجمهورية. وني كونستون ما نقدروش نبيعوا الماتش حنا في آخر المطاف، لا. حنا مع رئيس الجمهورية حي ميت، حنا أوفياء. لا يمكن أن نخون أبدا ولا يمكن أن نغدر أبدا. نحن مع الحراك الشعبي. يقول الصح ويكين في الزطلة. ومع مطالبه، وندافع على هذه المبادئ وعلى مطالب الحراك الشعبي. يعني احنا لازم أن نبينوا على المستوى الدولي أن هذا السيد، هذا الرجل التاريخي موش برك محبوب معزز في أوساط الشعب، في أوساط العمال، في أوساط النساء، في أوساط الشباب. إن شاء الله نحتفلوا لو 19 أفريل. بغيت هذا ساندوا الحراك كيما لازم الحال، كيما لازم الحال. انا كيجي اسمع دوك لا لأن بوتفليقة والجزائر هي من تحكم من يكون رئيس فرنسا. Me está metiendo miedo, Jesús. No, pero... Vamos a llegar a la primavera. لقد انتصر الشعب الجزائري، لقد انتصرت الأمة الجزائرية. كيفاه؟ رسميا الرئيس بوتفليقة لن يترشح للانتخابات الرئاسية، فهو الآن في حالة صحية شوية تعبانة. سبحان الله يا خويا، سبحان الله، راك دقدقت في الباب الصواب يا بعينك. الدولة نتاعنا التي استجابت للشعب الجزائري، والله يعني صدقوني بالله العلي العظيم عندما سمعت الخبر يعني من جهة رسمية كي نقول لكم يعني صدمة، يعني الحمد لله الحمد لله. يرحم بابا.